كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأذان والإقامة ملقى قامة ترخلاتن. التعريف: الأذان لغة الإعلام. أذان بوكود الإعلام هم خيتر. قال تعالى: الله دار مادر وأذان من الله ورسوله إلى الناس. دا خيتر دو الله يرأتن إلتن قراه ناخيه أي إعلام. وشرعا شريعة أذان بوكودو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. إذا اللامز خان حخل خضر خيتردو أستن ذكرنس. والإقامة قامة ترهدو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. إذا لامز دعوة وشخضر دعوة وشخضر دا خيتردو أستن دو ذكرنت تحقق أستن مخصوص دو استشين دقدين هم انسان لامز دو حديول اشتات تحقق أستن دو شي ذكر إنسان. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الكذا شقدانت. مشروعية الأذان: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. بيرو هجري شرحة حلقة الهجري شرح الله دالا شرع دين دو أذان. وكان سبب ذلك ما ورد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. سنة بحنا إذا عبد الله بن زيد وديت قال سؤالر: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، يرجن عليه الصلاة والسلام عمر دينش خينا حا تحقى ناقوس كولك لوكس تنت تتوخل كولك التوخل ناخن خيتر حما لامز خنخلي ناخت لامز النووشخ توخش. طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. ويجن ورسون غنجر با تعستجا واوي نسو ويجر سوشيتس تاقا تستجا حا إكولك الير تنكوغا. فقلت شائل يا عبد الله تغينا خرجي غندو تودوشتك هاي الله لي أتبيع الناقوس كولك اليوفك شو عايسان تاقا كولك يغورغلي نوحش ماتا يوك شو عاي كولك. قال: وما تصنع به؟ تستجئ لرسوك أحهود ولت نخيل. فقلت: أسأل ندعو به إلى الصلاة. تاقا غورغلي تأوخ إذا أدم لامز يقوي قردوه أدم لامز يقوي قردوه ستتوها توخش. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ أسحون تسول ديك دول همن تنسوي أسحو إلرتو تستقعقون غينا كنت خلول. فقلت: بلى أسأل رهاء. قال عبد الله بن زيد وباخ تستقعلر تقول أحآل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر في غير بعيد صوت استج ثم استأخر عني صوت صوت إحسسر استج صندوق جينا أوتش. قال: ثم قال صوت عيرتو: وتقول إذا أقمت الصلاة ألامز دعوة وشينا أحيردو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. سعود والجي يوتوش تبي أرسو أسجن ديتر سنجين دلغن. فقال سؤال إنها لرؤيا حق إن شاء الله إذ بقدرش بقغن مدعون جنجا دار المقلحيل. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به. دعوه بلال سانت عن دعوت حين جندل غينه جندل دشنش تن بلال دعديس فألقي عليه آتي يعني تن دعديس بوم عنده حين غينه جنج فليؤذن به تنسى ملقي قيلتو تنسى دخوي تيلتو ناخي فإنه أندى صوتا منك إذ حلأ أز لك أز جودر شوال سن أز وان كيدو جودر غان جنك شاء عبد الله بن زيد ولحقه كن أز الخزاء تاقا جو أز بلال خلا. فقمت مع بلال تستحوى ترسو فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. أس بلال دعدو ترسين جنك بلال وشين حخزرت يؤذن دور. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته. عمر بن الخطاب يأذن خيشتو شي اسمع ور آروي للعمر. فخرج يجر رداءه شي كوشتي يقيشتو سيخدع آري يقين شي هم لرتعت أيوها قيازتو اسم يعني سيزد أيوها زيش حتى قيش شي دهلو يون كوش. ويقول أوش والذي بعثك بالحق يا رسول الله حبك وان سويت الله هتصدي ما بؤشا هيدين يلش. لقد رأيت مثل ما أريه إذ غنسونا مجنا يعني تنجن درشتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد يلش نهيدر الله هنبك خاستمه إشت بوسو بنا هنغان غاي ترسالة دال أذان يقضي تحق أذان شرع دينك يلش نمقر دو دين شو تحتاك وجه شرع خير دادينا دا ويدا كاشتشلتسه وجه وزكون نخليز. فضل الأذان أذان درس دوزل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر على لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ناخا خحارة ملقى قدحي حلخر مغرحي خلش ديال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا صوت أحسن كرة سديش قاشت السربة تار قاشت السرمبر. وعن معاوية رضي الله تويس إذا قاشت السيش بأي ولقى حلخر مغري خوات إديتشي بأنيس قوش سيتشي إتو سرمبر سربا. معاوية سأل يوش نورش خزرسون المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة تاك مولقو يقشبو ناخا يقريه ورط وشورش والبوش قيمتين حال. رواه مسلم. شروط صحة الأذان لا ما تويس أذان إذ نيس لارا تن بيحكمش دو حرنك دخول الوقت لا مزخان خلر دقيس فلا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها لا مزخان خلي أذان ديش إذا لورش دات. ويستثنى من ذلك تاك اتوبشي برايو ليقردوكوي الأذان الأول للفجر عير لا مزان دو حردش دول أذان. والأذان الأول لصلاة الجمعة يشترز بن لا مزان ديشتول دو حر أذان. شولو بيحكم الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان إذا رغأ يق خانسا يالي تردو أذان دشنش نوقع مثلا الله أكبر الله أكبر صوت لا إله إلا الله حي على الصلاة وخشى إشتع إيدر دوتش إيدتش نيسخر داستن أذان يا مثلا الله أكبر الله أكبر آلا أهلا مثلا شين قامين وتعين كده فرجات يقصو تاقا لورو داتسس شي راغ لريش شي يقخان سيوليش كما وردت بذلك سنة أحمد. قال أبو بيحكم أن يكون الأذان باللغة العربية عرب ومتحل ديزي أذان وبالألفاظ التي وردت بها السنة
سنة عدين دول ديش نشتغل ديزيز. فائدة بيد سنوخش متى أذان ديشي الله وقوم السوهم من الأستويش الدبوشيس دعوشيس أذان الورشتاتس بالعربية خلديس. فائدة بيد لا يشترط للأذان طهارة ولا استقبال قبلة أو القيام له أو عدم الكلام أثنائه، ويستحب ذلك كله. أذان بيحكم بس نيولاس وسلوي من الأذان طهارة إسلام أسكرح خلر يقيل بنت إيرزن خلر يدخوة يزام ديش خلر يأذان ديش خيانة حات ويقحد قميل تدر إذ أسلوي يأسبوت نو مستحب دو إشادة غلردر لا مزكرح دورش در قيل بنت إيرزن در دخوة در قميل تدر ودعشي يش ديش خليوش أزامنا مستحب دويس وقيل بنت إيرزن ورسو يزان ديش لورش دوتون إذ يهدت ديس سويس لا مزكرح دوش أذان ديشي لورش دوتنيس مثلا الله أكبر الله أكبر أعتوضح يزان ديش وشولع وجنبوصو ولين دو تليفون حيسة توضح كده دعب بردوج ديتسو لورش دوتن أذان ودعشي يتيوقع حمى تسالر إذا أذان أسلوبياتيس بيحكم باتيس. يشترط في المؤذن أذان ديش وستيق حقح تنجح أسلوي هويوشا مولنجح مولول مؤذن أن يكون مسلما بوصل بخلويزيز عاقلا حيقل دورش خلويزيز عود الوش حيقل يشنوش ذاكرا ذكرا بورشتك خلويزيز فلا يصح الأذان من الكافر كافر أذان ديش نيس لوردات والمجنون حيقل يشنوش تقو ديش لوردات والسكران وخن سقو ديش لوردات وغير المميز مميز ورشقاش لي دورشتوك لخر دورشتوك بيرهم قاستوش دورشتوك تودي تشي لوردات ولا من المرأة للرجال استقريب ورشا استقرشن أذان دين وزوجو تودي تشتنقر لوردات سيزان. يسن الفصل القصير بين ألفاظ الأذان سنته تو أذان دشن شقاحة جيم خاني عليتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله جم يقخان وليج ولا بأس إن طال يسيرا جم يخلحهم داس بأخته بقول يخسيرتها. الصفات المستحبة في المؤذن مولقو يقشور سجحة خيج ديك دولشتلا تحق سنة دولشتلا صفتش دوحانيك أن يكون عدلا أمينا تيشمي خلويزيس لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام وندعج ناخ شيخ تيشم دعبل جاره ويز وندعج لامز قيقر مارخن دول حاول تنقدو أشمدو كون أذاني حيوش بون أخ أن يكون بالغا غيمت ويتن خلويز سويشن ليتني خلويز ويصح أذان الصبي المميز هم قاستوش تلبير وديشي أذان إذا ميقشتو بس مميز إذا عارنا ورشة دوين لقي. أن يكون عالما بالأوقات دي أوقات ديجا لامز خين شيوز شخلويزيس ليتحراها لامز خين تهوه خارجا بنيز قوتش فيؤذن في أولها دو حرخان خذرتس وأذان دش. أن يكون حسن الصوت أز خزدل شخلويزيس. أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر إذا لا مذكره دورش خلويزيز تويس دق ريتر تاق جيمنيك شادك دا ايد الخلديسون دو تويس لا مذكره خلديسون. أن يؤذن قائما مستقبل القبلة قلبا تيرزن أذان دديسو. أن يتمهل في الأذان أذان دتشكينا ملشتر ويسرع في الإقامة قامت تشكينا حاسخدر. فائدة الالتفات في حيعلتين في الميكروفون مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح وش دعس بيرزر سنة توك مستحب تاك ميكروفون خيجي إشتو يدعس بيرزويزي. الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين سنة قامت تش أذان دتشكينا إرو أو أتو أور إرو أور دعس بيرزر حي على الصلاة حي على الفلاح أو تخينا سنة تويس.
لما روى البخاري ومسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال، وداش مسلم بخاري زيت إنه الحديث أبو جحيفة باخ جحيفة وأذن بلال اسمه الكيكير قال فجعلت أتتبع فاه تن يوحن تن بت إحويش ورشة سلدتش ورشة ها هنا وها هنا إيش دعس يرزلس يقول تقول يمينا وشمالا تيس أتو أوري أرو أوري براوي لوي حي على الصلاة حي على الفلاح أوتشنا. لكن لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت. مكبر الصوت از استمدش يلهم عربو يدوشتو ميكروفون نخا مكبر الصوت تحكى ميكروفون سأذن ديش وتجا يدعس حجر واتسو حي على الصلاة حي على الفلاح أولش كنا شي ميكروفون تأوير زنورش أذان ديردتو هندا لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة نجس من ريت يورشولا كالونكشي تسار دخوزيج دناخا أذان ولو التفت لضعف الصوت يستقدع ويرزيشي مولقو يكشوك يا حي على الصلاة البراوة ويرزي لوا ويرزي أزغ يلوردوتن لابتعادي عن المايك تاقي الميكروفون تني مايكي تدو حلو تنخا جينو يروي تاق تندالا تأويرزن دير دوتو باخ. من بدع الأذان أذان ديتش كينا حنا ليلوشتو البدعش دو حانك أن يقول عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الدالو تشعنا آلدو عزيز الله أعلم آلر. أن يقول عند الإقامة إقامة تشكنها آلردو نشهد أو صدقت بس نشهد يا أو صدقت آلر. أن يقول عند المؤذن بس قد قامت الصلاة آلردو يتسح نشهد آلر يا أو صدقت آلر. تاق إشتا مؤذنس أعج الصلاة خير من النوم أعج صدق رسول الله عليه السلام ونحو إشت آلر إذا بدعت أضو. التعجيل بإقامة صلاة المغرب اشتق آمتر سيخدر مالبوز لامزنا مالكش لامزنا تويست إذا ولا يشرع أن يقول عند الإقامة اشت وزكون الندات قامت تشكينح آلر أقامها الله وأدامها تويست الله دالا لا تدل إذا إما آلر نستهتز بها لأن الحديث الوارد فيه ضعيف تعق عدين دو الحديث غيلدو لا يغيل حديثا تأتوجن استقول شخلجي حديثا حال تخا يتعمو صحيح دو أهل حسن دو أهل تعوذ شويزة سودشتك بدعتو إيرداتو. صفة الأذان والإقامة أذان أقامت أموخل ديشتو ورد في السنة النبوية أكثر من صفة الأذان والإقامة. سنة حا أذان در قامت تركوتسا دكو كي بردئنا منها مسيت كي بردئن جودو ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه يارش نشاء عامير تنهر أذان الله أكبر الله أكبر هين سوى ديش دو أذان دوكز مسنا غرد الدوشتو مثلا مالكي مذهبي حتى شز الله أكبر الله أكبر علي دو السوالتال. وأما صفة الإقامة فهي قامة ترنا صفة إذا وين يقع حداجن ديك دوكز وقتا حديث مدار. تثويب وكهدو يستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. حي على الفلاح آل بالجي غير لامزن مولق يقوش توتح الصلاة خير من النوم شوز آذر مرتين إذا السنة ويسمى التثويب أوتنخ لما روى أبو محذورة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بأمر إيلرتسونج أبو محذورتي إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. أحسن عير لا مزن أذان ديشكينا أعيردو الصلاة خير من النوم. متابعة المؤذن مؤذنا أحوازر. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. أذان خشو جنة مستحب سنة مؤذن أولشتك آلر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر إعلان دين إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. شان مولق يقش خزجي مؤذن أولشتك آلر إلا في الحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح على إشي دي السلت تيجا مؤذن أولشتك إيردات فيشرع لسامع الأذان أن يقول أذان خيشوت وإيردو اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة وكذا عقب قوله حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح أهل والشي إيردتسو لا حول ولا قوة إلا بالله إيردتسو. ثم إذا انتهى من الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أذان دين مالشي صوت عيالشان صلوات اللردو بس يخيس شوالشو يدي شوالشو. ثم يسأل الله الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عيالشان وسيلة درج يخردو. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يقول يشنو أوش خزر با عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مؤذن وأذان دشان خيشتو أولوغ قال ثم صلوا عليه تو دحسن صلوات فسادوك بوشنا ديستشون دو. مؤذن أذان المؤلح يوجن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لسول دحر دع ديردو بس إشت صلوات دوزن ديردو يوش كميل خاص صلوات ديلشي ميكشتوتسيكا. فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 شين صلوات ديلشي الله دالا السجن إتنلش. ثم سلوا الله للوسيلة سوت أحسونا وسيلة درجديخ فإنها منزلة في الجنة إذا يلز من يحمدك إذا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. تق الله ليش تعني بيتان بولشاتي ميتك تعني بخير يولشاتيز. وأرجو أن أكون أنا هو سوخل ريستيوس أسئلة يلشنو يلجني ميتك يهيشوي. فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة إمتك سون يوخش الله يدعى دينتنا سشفاعة سنة حان الخيردو تويس شفاعة خيردو سن. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر سأل من قال حين يسمع النداء بيمر إيلر أذان دين جودع استقوا هردو عدج اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. إيش سويدو عدتشي تاقا هيديد وقوش دولج دعوتي تاقا قوش دولج قيقا من ديل دعوتين دولام زنديل محمدا نوحا وسيلة دوزر لأ تاقا خاستمي متك لو أحسن جاوين يرشلال إدو عدتشي حلت له شفاعتي يوم القيامة تنسى الشفاعة خير دو قيمتين عباها يرشن عليه الصلاة والسلام. إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم عير لامزن استق مثلا فايدة بايد بور عير لامزن ناستق أذان دي كان الصلاة خير من النوم إليتسو. فإن المستمع يقول مثله لدو شوتو إزا إيردو الصلاة خير من النوم إيردو. ولا يسن أن يقول سنة سؤالر صدق رسول الله آلر أو صدقت وبررت يا رسول الله آلر بل هذا من البدع إذا بدعت أضباطه. الدعاء بين الأذان والإقامة قامت نية أذاني يقحا دعدر
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة دعاء يخطو غشدات أذاني قامت يقع. فائدة إسرائيلية أخطاء في ألفاظ الأذان أذان ديش كان حا ناخا يشل ديش غالتش يحنك الله أكبر أمر بصيغة الاستفهام همزة وزادش الله أكبر أجي وبرسيتني هولي بريدلجيني تويس الله وقوي بوكسن هوليس يا الله أكبر أمر بمد الألف ألف داخدش إذا غالت هنداج أكبر بوغا كبر بوغتنا نورس نجسلو أكبر بوغا إذا طبل هو يوتيو إذا قالته يا الله أكبر أمر إلي الله وأكبر أمر إذا غالته. مسائل متعلقة بالباب إشتا كنت رزق سيازن الوبروش لا يسن أن يقال شيء عند الإقامة لأن هذا هو ظاهر السنة. تاقا سنة داس قامت تشكينها سنتحا هم آلر لار سنة ظاهر حقوش بالقوضو معنى إذ سآلر دبا. يسن تكرار المتابعة مع أكثر المؤذن مع أكثر من يؤذن حتى يصلي الشخص فإن صلى فلا تشرع المتابعة. سنة مسيت مؤذنا أحسو أولوك آلر استغلامز دلسي مالشي صوتها إيردات صبوت انتحى مؤذن انتحى سؤال إيردات لامز مالشو ده مثلا يوقع عالنجح تعم أذان دي تعمينوات يعني وقو أذان دي إلا مزدلي وتحولها مؤذن أولش تقالر سنة توتن لا مزدين توديها صوتها قيس تعمول قيقيق عنديها صوتها آلر مشروع داس بات. يشرع الأذان في حق المسافرين مسافرشنا مشروع دو أذاندر لحديث مالك بن الحويرث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان وكانوا مسافرين. يلشنو عليه السلام أمر دير تارجا أذان دي الأشة مسافر شمرش. ليس على النساء أذان ولا إقامة زودرشن تعداس أذان در إقامة تر لأنهن غير مخاطبات بالجماعة ولا بالأذان هنداج تارج جماعة دي أذان دي ألا يخطاب أبرشن تارجينيات. لكن إذا أذن وأقمنا دون أن يسمعهن الرجال فلا بأس. أمثال أذان إقامة ديش استقرشن خزت سخزيتش طاق هم داتيغا بأس بروبليم ياسبا سنة دات سانيز نديش بروبليم ياتيز. إذا جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل صلاة مثلا شلامز يتو إزعدش ولا بيرو لامزن أذان ديردو صوت حور لامزنا قامت ديردو. لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر. ياشن عرفة أذان دينا صوت قامتنا تلقى لامزر ثم أقام فصلى العصر صوت قامتنا معبوز لامزر معبوز لامزنا أذان سدير وجه. وكذلك في المزدلفة إيش المزدلفة تولج متاع إشتر أذن ثم أقام وصلى المغرب أذان دين صوت قامة المركز لامزير ثم أقام وصلى العشاء صوت يها قامتنا أذان سدش قامتنا حير لامزير. رواه مسلم. الأولى أن يقيم الصلاة من أذن الأولى أن يقيم الصلاة من أذن تحقا غول أحدك دو أذان دين شو قامت ترأى أن يقيم الصلاة قامت تربوكدو ولا بأس أن يقيم غيره ولا بأس أن يقوم غيره أن يقيم تيس يقية شو سعم أذان دينا قية شو قامت تر بربرين يرشم داتيس لعدم ثبوت ما يمنع يتسمج البريباس بديش دينهم دول سندي
لا بأس بمتابعة المؤذن في المذياع إن كان على الهواء مباشرة. Problemet هم دات نجع سن راديو وتروح أذان ديش تلاحة نجع سن أذان على الهواء مباشرة تسبريمو إفيري له. أما إن كان مسجلا فلا يسن. أم زابي سلا بروست حلت شيء تاق سنة تاق سؤال لك تاح آلتن. أم بريمو إفيري أذان ديش تلاحة تاق سؤال لك تاح آلر إذا هم دات تاق ميكش دتونيس. لا يجوز الاكتفاء بالأذان عن طريق المسجلات. قاچن باتسا زابيش اتس أذان سان قاچن بر تنستو أنبر. فإن الأذان عبادة لفظية لا بد من الاتيان بها. أذان إذا دع آلرس دشنش آلرس عبادة إذا ددي يشتغل زدانش. اذكر ثلاثا من الصفات المستحبة في المؤذن. مؤذن حاخل يشتغل قصفة حاخدية مستحب درشتغل. ما المقصود بالتثويب؟ تثويب وكده ضع علامة صح أو خطأ وصحح الخطأ. نيستو يدات قالت قوتي. يستحب للمؤذن أن يسرع في الأذان ويتمهل في الإقامة. من شروط صحة الأذان توي سنة مؤذن سيخ أذان دا ملش قامتا. من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن ذكرا. أذان نيس لار بيحكم شادو أذان دشويقة ذكر خضر تستق خضر بوشتك خضر. يستحب التثويب في أذان الفجر والعصر. الصلاة خير من النوم آلر سنة عيور لامزنا مالبوز لامزنا. يجوز للمؤذن أن يتكلم أثناء الأذان ميكشدو أذان دش ووتنا أذان دش خينا كاميلتا سنة ربلو. والحمد لله رب العالمين.